أنا تعرفت على شخص. هذا الشخص يعرف إنه أنا متزوجة، بس طلب من عندي إنه أنا أكون زوجته، فقلت له أنا متزوجة، قال لي أنا ما أطلب بالحرام، أنا أطلب سواء طلاق رجعي يصير، يعني أنا أطلقش. طفي السبيكر واحكي بشكل واضح. فهذا الشخص قال لي حتى إذا متزوجة يكون طلاق رجعي من زوجك، بس عادي أنت تبقين على بنته وعايشة وياه. هل موجود هذا صحيح بالدين الطلاق الرجعي؟ أم زهراء أسألك سؤال تجاوبيني؟ تفضل سيدنا. أنت متزوجة شلون تنفتحين مع رجل تحبيه وتعرفين عليه؟ هذا الرجل دخل بصفة مساعدة إلي. بصفة مساعدة؟ يعني أنا ما كنت متوقعته وأنا رافضته تماما، بس إنه أنا استغربت من هذا الشيء. شنو الشيء؟ أنت شلون تجرئين نفسك تخابرين واحد وتقولي له شلونك وحبيبي وعزيزي وكذا، شلون؟ لا مستحيل، ما قلت له حبيبي. لا كان شلون هو شلون يعرض عليك الزواج إذا أنت ما قالت له الكلمات هذه؟ لا حول ولا قوة. لا خليني أجاوب هذه، خليني أجاوب هذه أي مسألة مو مال الواحد. هذه متزوجة واسمها أم زهراء، يعني بنتها زهراء، وتتصل على واحد والله لأنه كان يساعدني لأنه كذا، وذاك اللعين الخبيث يقول لي إيه حتى لو متزوجة ما يخالف، أنا أتزوجك حلال. اللعين الخبيث يقول حتى لو أنت متزوجة أنا أتزوجك حلال، أطلقك طلاق رجعي. شنو يعني طلاق رجعي؟ من اللي يطلقها؟ أنت تطلقها؟ لو زوجها يطلقها، وإذا طلق طلاق رجعي يعني هي زوجته. شلون أنت تدخل معاه بهالطريقة هذه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني حتى يحاولوا أن يتحايلوا على الناس باسم الله، يزني باسم الله، يزني بذات بعل، يعني امرأة عندها زوج يزني فيها ويقول باسم الله. الله قال حلال، لعنة الله عليكم وعلى من يفتري على الله والرسول. شلون هذا؟ يعني الله شاهد، احنا لما نقول البلاء نازل علينا، ترى البلاء ما بحسب تعبيرنا اللون وشكل، البلاء هو هذا، البلاء هذا دعاء ما يستجاب، غلاء يوم على يوم، ومشاكل وأولادنا وبناتنا وتعليمنا هي هذا البلاء. البلاء شنو؟ جراد الله يدزلنا. والأخت الكريمة متصلة، والله سيدنا أنا تعرفت وما كنت أدري أنه